نيني وبيفرحوا برجوعها تاني، والمساعده بتاعتها بتقول للبلطجيه اللي هي جايباهم اي حد تلاقوه بيقول ان هو اسمه طعمه تمنعوه، وطعمه وفرقتها بيوصلوا للمهرجان لكن ما ينفعش يدخلوا بطريقه عاديه علشان الامن هيمنعهم. فبيقرر زكي ان هو يدخلهم من عند السور وبيكسر القفل وبيدخلهم، وطعمه وعوده بيبقوا مستخبيين في الحمام المتنقل، والبلطجيه بتوع نيني بيشوفوهم وبيبقوا عاوزين يمسكوهم بس انجي بتضربهم كلهم، والامن بيحذر مساعده نيني انهم دخلوا، ولما هي بتيجي تنشر الفيديو ما بتلحقش لان موبايلها بيفصل شحن، ولما كل البلطجيه بيجروا وراهم طعمه وفرقتها بيهربوا منهم وبيدخلوا اوضه يستخبوا فيها، بس للاسف بتطلع نيني والمساعده بتاعتها مستخبيين في نفس الاوضه، ونيني بتقول لها انت مش نجمه ولا عمرك هتكوني نجمه من غير الالوان بتاعت اليونيكورن، ومساعده نيني بيبقى معاها جهاز صاعق كهرباء بس طعمه بتحدف عليها مساحه بتخلي الجهاز الصاعق يعمل قفله في لوحه المفاتيح ويخلي الاستاج يطلع بطعمه هي وفرقتها، ولما مساعده نيني بتمسك عوده علشان تمنعهم طعمه بتشد عوده وبتوقعها، وطعمه بتوصل للمسرح وبتقول لهم انا هروح اعمل حاجه وجايه تاني، ولما الستاره بتتفتح الجمهور ما بيلاقيش حد واقف غير عوده وزكي، وفجاه الجمهور كله بيسكت لما بيلاقوا طعمه داخلين عليهم وهي شكل اليونيكورن، وطعمه بتقول للجمهور انا غشيتكم وده مش شكلي الحقيقي بس الموضوع جه معايا صدفه، وبتشيل الارض وبتمسح اللون من عليها، والناس لما بيشوفوا شكلها على الحقيقه بيتضايقوا. قالت لهم انا تخيلت ان دي هي الطريقه الوحيده اللي هتخليني انجح، وبتتاسف لهم وبتقول لهم انا هسمعكم اغنيه ليا يا رب تعجبكم، وفعلا بتغني والناس كلها بتتفاعل معاها وبيعجبهم الاغنيه، وكل اللي كانت تعرفهم بيعجبهم الاغنيه، لدرجه ان نيني والمساعده بتاعتها كمان عجبتهم الاغنيه، والمز لما بيروح لنيني عشان يشتغل معاها بترش عليه ميه، وطعمه بترمي نفسها على الجمهور والجمهور بيشيلوها وبيكونوا مبسوطين بيها، وبترجع للمزرعه تاني، والحصانه بتوع فرقه الخيول المتعلقه اللي كانوا بيتنمروا عليها بقوا عاوزين يتصوروا معاها تاني، لكن وهم بيتصوروا نفس الراجل بتاع البوهيه بيطلق بوهيه على عوده بيخلي شكله بجناحات، الراجل ده مستقصد المزرعه دي باين كده. وبكده يكون فيلمنا خلص النهارده، لو حابب تشجعني ان اعرف اكمل انت عارف هتعمل ايه، هتعمل لايك ومشاركه وكومنت، ولو حابب تعمل اشتراك افرح جدا بيك، وعاوزك تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. سلام.